عشان كده قلت انزل لكم كده بحاجه تفرح قلبكم، وحاجه كده تبقى هديه ليكم من ام اسراء للزباين بتوعها اخواتها وحبايبها. مش هقول لكم عروض عشان انا ما بحبش كلمه عروض، لان عروض منتجات العروض انا ما رضاش اشتغل فيه. منتجات العروض دي بيتعمل لها منتجات خصيصا عشان تنزل عروض للناس وعشان يتعمل بيها عروض للناس. انا والله مرضى ان انا اشتريها او ان انا اجيبها واعمل بيها لحد. منتجات العروض دي بتبقى منتجات درجه اقل شويه، ما بتبقاش حاجه نظيفه قوي زي ما احنا بنشتغل بيها، بتبقى حاجه اي كلام، حاجه سعرها مرتاح قوي 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 قوي. يعني مهما اعمل لك عرض هبقى انا الكسبانه برضه، بس هضيع لك الدنيا بمجرد كلمه عرض. انا عارفه ان ناس كتير بتحب كلمه عرض، وناس كتير بتحب كلمه عروض، وناس كتير بتمشي وراء العروض دي بالمشوار. ولكن انا لما جيت نزلت السوق وان انا اجيب وان انا اعمل عروض زي الناس. انت بتعمليش عروض ليه يا ام اسراء؟ اعملوا لنا عروض يا ام اسراء، احنا عاوزين. اشمعنى انت اللي ما بتعملوش عروض؟ فحبيت اعمل عروض زي الناس. لقيت المنتج ده بروتين عروض، ده البروتين دي المواد بتاع العروض، دي ازازه عروض. انت اعملوا عروض راس السنه، لا عروض العيد، لا عروض مش عارفه ايه. فجبت كده حاجات بسيطه، جرامات بسيطه. طبعا مش هروح اشتري لتر كامل رغم ان هو سعره رخيص جدا، بس انا مش بتكلم الوقت في فلوس، انا بتكلم على منتج او ماده ان انا طبعا هشتغل بيها وهحطها على شعر الناس، هحطها على راس البنات والستات. فانا لازم اكون عارفه انا بحط ايه قبل ما احط اي حاجه على شعر اي حد. فجبت منه كام جرام كده، جربتهم في حد تبعي، حد يعني انا جربت فيه. جربت كام جرام كده في حاجه بسيطه، لقيت الماده بجد بتحرق بطريقه فظيعه، بتحرق جامد في الشعر وبتحرق في الايد، بتاكل جدا في الشعرايه وبتاكل في ايدي. حاجه كده زي ما تكون متقلب عليها بوتاص. قلت هو فعلا عشان نقول كلمه عروض وعشان اعمل لك بسعر بسيط، ما انا مش هروح اجيب لك حاجه انضف حاجه، واروح اجيب لك حاجه نظيفه وحاجه كويسه اشتغل بيها وهي اصلا غاليه. فانا مش هروح اجيب حاجه نظيفه اشتغل بيها واشتغل بقى بالرخيص. يعني ما اروحش اجيب حاجه بكام الف جنيه واجي اقول لك انت ب1000 جنيه وب500 جنيه والعروض بقى اللي هو الكلام الكتير، واضحك عليكي بالكلام واحط لك حاجه في الاخر هي حاجه تضرك ما تنفعكيش، عشان كله في الاخر اعمل عروض واخد صيت، ودي تقول لي دي ودي تقول لي دي كوافير ام اسراء عامل عروض ومش عارف